ما بيهمني، بس بيهمني العربي اللي بيعرفني، بيهمني بهي المنطقة اللي بيعرفني. ليش بيهمني بهي المنطقة؟ لأنه هي المنطقة هي أهم منطقة بالعالم بالكوكب، هي أرض الأنبياء. تمام؟ شباب وصبايا، هذا البث هو البث الأخير العشوائي. شو يعني البث الأخير العشوائي؟ يعني أنا كنت أفتح معكم، قلت لكم أول ما طلعت على التيك توك، قلت لكم إنه أنا بدي بث مجموعة بثوث لحتى أفهم، يعني لحتى أفهم هذا السيستم. صار لي تقريبا شهرين إلا تقريبا، هلأ فهمت السيستم. هلأ رح نرجع لنبث مرة بالأسبوع. اليوم المساء رح نبث البث المساء. احتمال ايه، احتمال لا، ما بعرف. بس رح اخبركم على كل مواقع التواصل، الشبكة كلها، بالفيسبوك، بالانستغرام، وبتويتر. رح اخبركم اي ساعة البث. يا حبيبات قلبي تسلموا لي روحكم. بعرف انه انا جدع، وبعرف انه انا الحمد لله مربى صح، لانه بعرف انه انا مربى صح. ابي رباني كتير منيح، وامي ربتني كتير منيح. ابي وجدي الله يرحمه رباني كتير منيح. بعرف الحمد لله، هاي تربيتهم. انا ماني مربى بالشوارع، انا مربى ببيت. وابي وامي تعبوا لربوني، وبحفظ لهم حقهم، وبخلي الناس يقولوا الله يرحمكم على هيك ترباية، مثل ما الناس بدي اياها تقول عن اولادي الله يرحم ابوكم على هيك ترباية وامكم على هيك ترباية. هذا اللي بدي اياه. بكره بس تشوفوا ابني وبنتي جود وليمار، تشوفون تقولوا لهم روحوا الله يرحم ابوكم وائل شرف، لانه من 10 سنين طلع ابوكم على التيك توك وفوق وعمل بروجرام على التيك توك، واستغربنا ليش عمل بروجرام على التيك توك؟ ليه؟ طب ما استفاد شيء، ما عم يستفاد شيء منه. في ناس مفكرة انه فات مشان المصاري. اي مصاري شو؟ مصاري شو؟ فيني كل يوم انا اعمل 6 ساعات 7 ساعات بس بطالع $10,000 باليوم. $10,000 باليوم طالعون، وفي ايام طلعت مثل هذا المبلغ. بس هذا كله قلبته كوينز، قلبته كله وتبرعت فيه للناس، هديته للناس كله. والله مالي متضايق، بالعكس والله مالي متضايق ابدا. انا شفت كم فيديو. شوفوا شو الفيديو، بدي طالعه للفيديو وورجيكم اياه، للفيديو اللي شفته اللي هو كتير بضايق، كتير بضايق. بس انا خايف يكون معي عالم هون، انا ما بدي اروج للفيديو يعني. بس الفيديو بتحكي بنت. تخيلوا لوين وصلنا يعني. بنت عم تحكي بنت يا جماعة عربية، بنت عربية عم تحكي مع امها العربية، تمام؟ عم تقلها، عم تحكي كلام جنسي بشع، كلام بشع قميء. إذا هي الأم موافقة إنه بنتها تحكي معها بهي الطريقة أو تحكي عنها بهي الطريقة، إذا الأم موافقة إنه بنتها تحكي معها بهي الطريقة، ونحن سمعناها لهذا الفيديو وسمعناها وعم نسمع إنه هي طريقة الحكي، بهي الطريقة هيك الناس بتحكي مع بعض، فنحن رح نقبل هذا الشيء ونصير نحكي هيك مع أهالينا بعد 5 سنين و10 سنين، أو بعد 2 3 من ورا شو؟ من ورا تيك توك من 2019 طلع؟ شو يعني؟ شو يعني برنامج تواصل؟ شو يعني هذا برنامج تواصل؟ إذا بدنا نستفاد منه هذا البرنامج، نحن لازم نستفاد من البرنامج حبيبات. نحن لازم نشوف الشغلات الحلوة بهذا البرنامج، ما لازم إنه نشوف الشغلات البشعة أبدا. فيديو كتير بشع،
كتير بشع ومثلهم متايل، وفي ناس بتطلع وبتسب وبتقول وكلام وبذيء ويا لطيف يا لطيف. سمعنا في ناس كتير يا جماعة، هذا مو مكانهم جواتكم، هذا مو مكانهم معكم. اوعكم انتبهوا، انتبهوا انتبهوا. إذا سمعتوا دغري قولوا لا لا لا، هذا ما بدنا نسمعه، هذا بيأثر علينا نحن. ليش لحتى يجي واحد يوسخكم من جوا، أو وحدة، واحد أو وحدة يوسخوكم من جوا؟ ليه؟ في مبرر لتوسخوا؟ في مبرر ليصير الإنسان قليل أدب؟ في مبرر ليصير الإنسان بالدرك الأسفل من الحياة ومن النار ليه؟ في مجال؟ ما في مبرر، ما في مبرر أبدا. ولا واحد إنه عم تفرج. طب أوكي، تفرجتوا عليه، تفرجتوا على حتى الناس اللي عم تطلع تعمل تحديات، وبهي التحديات عم تطلع تعمل حركات بشعة. إذا هو قبلان إنه أو هي قبلانة تعمل حركات بشعة، انتوا تقبلوا إنه تشوفوا بني آدم عم يعمل حركات بشعة تقبلوا تشوفوا هيك منظر؟ تقبلوا تشوفوا يا تشمتوا؟ تقبلوا تشمتوا؟ ما الشماتة ما منيحة، الشماتة ما منيحة. طب تقبلوا تشوفوا مشان تتعلموا؟ وانتم ما بدكم تتعلموا هيك شيء. رب العالمين بيشوف مرأة الله يفرجها، رب العالمين بيفرجها، رب العالمين بيفرج كل شيء. بتعرفوا كيف رب العالمين بيفرج؟ روح رب العالمين جواتنا. نحن إذا بدنا نقول الله يفرجها إن شاء الله، يلا أوكي الله، لا، مو كل شيء بدنا من رب العالمين حطنا بهاي الدنيا مشان نحن نتصرف. نحن كلنا نتصرف. مو كل شيء بدنا نقول يلا رب العالمين بيحلها. بس ابدأ بنفسك، أنت ابدأ بنفسك. والرقيب شباب وصبايا، في كل إنسان عنده رقيب جوا، لا تنسوا هذا الضمير اللي جواتكم. شباب وصبايا، كل اللي عم يكتب مسبق، ما حدا عم يكتب مسبق، هو في بيمرق واحد من بين الألف. يلي عم يكتب مسبق شفتها أنا، هي المسبق، اتركوها لا تمحوها، هي بميزان حسناتي، هي بميزان حسناتي. خلوا الكل يقراها. قروا لهذا الشاب، شوفوا لهذا الشاب هذا اللي كتب كلمة، وينه؟ كتب كلمة وينه؟ قلت لكم لا تكتموا حدا شباب، ما بعرف إذا هو كتبها وراحت، لأنه في كلمات بتنكتب لحالها بيمحيها السيستم، بتكون محطوطة هاي الكلمات بالبروجرام فبيمحيها. أنا بعرف إنه المشرفين عندي لما نقول لهم شغلة خلص بيساووها، يعني ما بيمحوا. anyway حبيباتي شباب وصبايا اللي بيحبوني واللي بيعرفوني واللي كنت فوت لعندهم أنا على بيوتهم واللي عندهم ذكريات بمسلسل باب الحارة وبغير مسلسلات، بس الأكثر باب الحارة. على فكرة شباب، في واحد من الناس بعتوا لي فيديو لواحد من الناس اللي طلع سبني، كان عم يحضر باب الحارة وعم يقلد باب الحارة. بعتوا لي الفيديو عم يقلد حاله بباب الحارة، طلع سبني مع اللايف تبعه، طلع سبني وحكى وهيك وفهم غلط. أنا لما حكيت عنه حكيت عن المتابعين، قلت للمتابعين على راسي كل الناس، لأنه أنا بحترم الشخص، بحترم الأشخاص، بحترم الناس اللي عم تحضرني، بحترم الناس اللي عم تحضر هونيك وهون، كل الناس بحترمهم لأنه بحترم روح الله اللي موجودة بكل شخص، بحترمها. بس هو لمقارب سياسية
ومآرب أخرى 3/4 ما بيعرفها وبعضكم بيعرفها. غير رأيه، كان عم يحضر باب الحارة فغير رأيه، غير رأيه بالشخص، صار يسب الأشخاص ونحن منقول ما غلطنا بحق حدا الحمد لله رب العالمين. بس في ناس بهي الحياة كبار يا جماعة وفي ناس صغار.